بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي في قناتي مطبخ أمونا. اليوم إن شاء الله راح نبارطاجي معكم وصفة السفنج اللي باغي يتعلم السفنج وخاصة المبتدئات. إن شاء الله راح يكون شرح مفصل كيفاش تحصلي على سفنج مقرمش من برا وطري من الداخل وما يشربش كامل الزيت. تبعي معايا الفيديو من الأول للأخير باش تتحصلي على أروع وآبن سفنج. ولكن قبل ذلك ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومنتار باش يلحق الاكبر عدد من الناس ويستفادوا منه كامل. نروح مباشره عفوا البنات، نبداو في الوصفه بدون اطاله، ما تراطيوش، كملوا الفيديو للاخير. اول حاجه واش نحتاجو 3 كيسان فرينه تكون نوعيه جيده اكيد باش ينجح معاك السفنج. ومن بعد نضيفو مغرف صغيره سكر ومغرف كبيره خميره الخبز. نخلط النواشف مع بعض كما راكم تشوفوا. ومن بعد راني رايحه نضيف كاس ونص ماء يكون بارد ما يكونش دافي. ضفت الكاس الاول، نخلط شويه العجينه نتاعي. ومن بعد راني رايحه نضيف نص كاس اللي قلت لكم عليه. لهنايا نحتاجو كاس ونص نتاع الماء يكون بارد. فوالا نخلط الخليط نتاعي. لهنا العجينه راهي رايحه تجيكم شويه جاريه، ما تخافوش منها، طموها وغطوها وخلوها تريح ربع ساعه. هنا من بعد ما ريحت ربع ساعه نضيف لها مغرف كبيره زيت ومغرف صغيره ملح. ومن بعد نخلط العجينه نتاعي ونقعد نضرب فيها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، واحد لزوج دقائق هكاك وانا نضرب فيها بيديا. وتحبوا تعاونوا رواحكم بشويه نتاع الماء، غير تشمخوا يديكم شويه وتقعدوا تضربوا فيها كما راكم تشوفوا. غطيتها وخليتها تريح ربع ساعه. شوفوا لي لهنا من بعد ما ارتاحت، شوفوا لي كيفاش جات. نعاود نديغازيها ونعاود بنفس الطريقه نقعد نضرب فيها كما قلت لكم. عاونوا رواحكم بالماء اذا جاتكم شويه تتلاصق. فوالا هنايا بعد ما كررت نفس العمليه وخليتها ريحت ربع ساعه، نزيد نعاود نديغازي العجينه نتاعي كما راكم تشوفوا. نقعد نضرب فيها 2 دقائق هكاك ومن بعد نغطيها ترتاح ربع ساعه. هذه العمليه نكرروها 3 خطرات. فوالا كما راكم تشوفوا. تجي بزاف خفيفه وتجي منبله. هذه الوصفه خبوها في عينكم، راكم رايحين تحتاجوها وراهي رايحه تسلكم. ولا هنا بعد ما ارتاحت العجينه نتاعي راني رايحه نشكل كريات كما راكم تشوفوا. الكريات شكلوا غير بالحبه، ما تشكلوش كميه وتحطوها لانه راهم رايحين يخسروا لكم. خدموا غير بالحبه وطيبوا كما راكم تشوفوا. لهنايا نفتحها في الوسط ومن بعد نحط الحبه تاعي في مقله فيها غير شويه نتاع الزيت. كي نشوفها بدات تطيب لي من الاطراف راني رايحه نحيها ونحطها في كسرونه فيها كميه كبيره نتاع الزيت. لهنايا نقعد نعاون فيها بالزيت باش تنفخ لي اكثر واكثر. فوالا كما راكم تشوفوا. دروك هنايا كي نحطها في الكسرونه راهي طايبه، غير نحمرها فقط من الجهتين لانه راهي ديجا راهي طابت في المقله الاولى. فوالا كما راكم تشوفوا. دروك نقلبها تتحمر لي من الجهه الاخرى بهذه الطريقه. شوفوا لهنا الحبه كيفاش تجي روعه. صدقوني هذه الوصفه بزاف سهله ويجيكم السفنج تاعكم ولا اروع. صدقوني جربوها وقولوا لي كيفاش خرج معكم. نكرروا نفس الطريقه. نحل العجينه تاعي في الوسط كما وريت لكم ومن بعد نحطها طيب في المقله اللي فيها غير شويه نتاع الزيت. ومن بعد راني رايحه نرفدها ونحطها في الكسرونه هنايا ونقعد نعاون فيها بالمغرف، نرمي فوقها في الزيت باش تتنفخ لي اكثر واكثر كما راكم تشوفوا لهنايا. بالنسبه للعجينه البنات السكر ما ديروا لهاش بزاف، ديروا لها غير مغرف صغيره هكاك باش ما تحرق لكمش وما يجيكمش اللون تاعها ماشي شباب. السر كامل في اللون تاعها انكم ديروا السكر غير شويه باش يجيكم اللون تاعها شباب. بالنسبه للنار لهنايا في المقله اللي فيها غير شويه نتاع الزيت رانا رايحين نقصوا لها شويه. وبالنسبه للكسرونه اللي فيها بزاف الزيت رانا رايحين نزيدوا لها شويه النار باش تحمر لنا السفنج تاعنا مليح. فوالا السر تاع السفنج انه المقله اللي فيها غير شويه نتاع الزيت نقصوا لها النار، والكسرونه اللي فيها بزاف الزيت رانا رايحين نزيدوا لها النار. فوالا كما راكم تشوفوا لهنايا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامل تحصلنا على هذا السفنج. صدقوني هذه الوصفه من اروع الوصفات. يجيكم ناجح هذا السفنج من اول تجربه. تبعوا فقط التفاصيل والشرح اللي شرحته لكم في الفيديو. شوفوا كيفاش يجي منبل، يجي خفيف، يجي مقرمش من برا وطري من الداخل. هذه الوصفه تاع السفنج من اروع ما يكون. صدقوني هذه الوصفه غير خبوها عندكم راهي رايحه تسلكم. نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وصفتنا نهار اليوم. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.